النهاردة هقولك على سر كاتشب الشركات واحلى كمان ب100 مرة. بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. معايا كيلو من الطماطم، طبعا غسلاه كويس جدا تحت مية جارية، ومعايا 4 قرون من الفلفل احمر واخضر، وكمان معايا حباية بطاطس وهو السر بتاعنا في الكاتشب النهارده. هشيل الفلفل والبطاطس. تمام. انا هنا غسلت الطماطم بتاعتي تحت مية جارية كويس جدا، وبعد كده بشيل الحتة الخضراء اللي فيها دي علشان اضمن سلامة الطماطم، ما يكونش فيها حاجة مش حلوة. وهعملها كلها بالشكل ده وهرجع لكم. انا نضفت الطماطم بتاعتي كويس جدا زي ما قلت لكم، وبعد كده بجيب الحلة بتاعتي واقطع الطماطم على 4 حسب ما انت عايزة. الطماطم بتاعتك لازم تكون حمرا علشان الكاتشب بتاعك ما يحتاجش منك صلصة ولا اي اضافات تانية. انا عايزة الكاتشب بتاعنا بعيد عن اي مواد حافظة، عايزاها كلها مكونات طبيعية. طبعا بعتذر عن صوتي لان عندي برد شديد جدا. هنا انا بقطع الفلفل تقطيع عشوائي. لو انت حابة الكاتشب بتاعك يكون حار او سبايسي تمام، هتحطي ال4 قرون من الفلفل، لكن لو عايزاه حلو هتشيلي الفلفل من الكاتشب. تمام. جربيه بالطريقة دي وهتدعيلي، علشان كل اللي جربوا بيشكروا فيه الحمد لله. والطريقة دي مش هتلاقيها الا عندي وبس. انا هنا البطل بتاعنا والمكون الرئيسي في الكاتشب، وهو سر من اسرار الشركات. بنبشر البطاطساية الجميلة دي. تمام. وبحط هنا كل الاضافات بتاعتي على البارد، وده كمان سر من اسرار الكاتشب اللي هيكون معاكي ناعم زي الحرير. بحط هنا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معايا معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعايا نص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان هنا معايا 4 فصوص من التوم، وكمان هنا معايا نص كوباية من المية بس علشان تساعد على تسوية الطماطم. ورفعت المكونات بتاعتي كلها على البوتاجاز، وهغطيها بالشكل ده لحد ما تنزل كل المية بتاعتها. خلاص بدأت في مرحلة الغليان، هستمر بس في التقليب علشان مفيش حاجة تلزق في قعر الحلة، علشان ان احنا هنا عندنا بطاطس وعندنا مكونات تانية، فممكن اي حاجة تتلسع منك. وهغطيها لحد ما الطماطم بتاعتي تستوي، وكمان القشرة تفصل عن اللحم. شايفين الطماطم خلاص بدأت تستوي معايا، هسيبها كمان شوية وهرجع لكم. ورجعنا تاني ويلا نشوف الكاتشب بتاعنا التحفة ده. خلاص كل المقادير اختلطت ببعضها واستوت كويس جدا. هنقفل النار ونسيبه يهدى، وهنضرب الخليط بتاعنا وهنشوف هنعمل ايه الخطوة الجاية. بصي بقى، لو انت عندك هاند بلندر اضربيه وهو على النار بالشكل ده، لكن انا مش متوفر عندي، هضربه في الخلاط وهرجع لكم. مش هعمل اي حاجة الا لما ارجع لكم. خلاص انا ضربت الخليط بتاعي في الشفشة. تمام. ورجعت اصفيه اول تصفية بالمصفى اللي هي عيونها واسعة. ليه؟ علشان لما اجي اصفي الكاتشب بتاعي بالمصفى الضيقة ينزل معايا بكل سهولة. شايفين؟ دي اول مرحلة في تصفية الكاتشب. مش عايزاكي تقلقي، انا هنا بقولك على كل التفاصيل علشان يطلع معاكي الكاتشب ناعم واحلى من بتاع بره 100 مرة. ده التفل اللي احنا طلعناه في اول مرحلة. تمام. وبعد كده هنجيب مصفى عيونها ضيقة، او هقولك على بديل. تمام. لو عندك مصفى بالشكل ده صفي بيها عيونها ضيقة، او عندك المنخل اللي في كل بيت اللي احنا بنستخدمه برضو هيمشي معانا الحال. بصفي الخليط بتاعي بالشكل ده وهيديكي نتيجة هايلة جدا. والخطوة دي ضروري جدا علشان الكاتشب بتاعك يطلع ناعم زي بتاع الشركات اللي احنا بندور عليه. انا هنا قلتلك على كل تفاصيل الكاتشب علشان فعلا الطريقة دي تستاهل التجربة. جربيها وقوليلي عجبتك ولا لأ.
بس لو عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زيك كده حلو علشان يشجعني، وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. طبعا حبايبي ومتابعين اللي جربوا حاجتي وعارفين مصداقيتي اكيد هيكتبولي في التعليقات والكومنتات الحلوة اللي زيهم ان هو عجبهم ولا لا. شايفين النعومة حرير؟ يلا نشوف الخطوة اللي بعدها. وبعد ما صفيت الكاتشب بتاعي كويس جدا برجعه مرة تانية على النار واسيبه يغلي. انا هسيب الكاتشب بتاعي يغلي على النار، وكمان هوريكم دلوقتي ناعم ازاي زي الحرير، حاجة كده تجنن. واول ما الكاتشب يغلي معاكي هتحطي نص كوباية من السكر، يعني يساوي 100 جرام، وما تزوديش عن كده لان المقادير دي مظبوطة جدا. ومعايا نص كوباية من الخل، يعني هتساوي 100 ملي. عايزة اقولك الطريقة دي ناجحة جدا وما تغيريش في المقادير لان هي مظبوطة، لان انت لو زودت الخل او زودت السكر هيبقى مش مظبوط معاكي تماما. اهدي النار ومن وقت للتاني افضل اقلب فيه لحد ما يأثر معايا او يتقل معايا. جربيه، طماطم دلوقتي رخيصة يعني مش غالية. شوفي انت بتشتري الكاتشب بكام من بره، وغير كده في مواد حافظة، احنا عايزين نبعد اولادنا عن المواد الحافظة علشان المناعة بتاعتهم. كده خلاص الكاتشب بدأ يتقل معايا. شايفين القوام طبعا تقل عن الاول. طيب هتختبر التسوية بتاعته ازاي؟ هقولك دلوقتي حالا. نجيب طبق ونحط فيه نقطتين من الكاتشب. لو سالت معايا بالشكل ده وجريت بسرعة يبقى كده عايز حبة كمان. هنسيبه شوية يمكن 3 دقايق ولا حاجة وهنشوف اختبار تاني. بجيبه لو وقفت معايا النقطة ونزلت معايا بصعوبة بالشكل ده يبقى التسوية بتاعته مظبوطة وجميلة جدا. حاولي ما تقلهوش عن كده. كده انا هقفل النار ويلا نشوف ازاي هنقدمه مع بعض. وده الشكل النهائي للكاتشب بتاعنا. والله ما كنت عارفة اصور بسبب الاولاد مش صابرين عليه من جماله وحلاوته. يلا اعمليه كل يوم لاولادك ولا تشتريه ولا تغلبي نفسك. وبكده انا قلتلك على كل اسرار الكاتشب. جربيه وادعيلي، ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زي كده حلو علشان يشجعني، وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. ودلوقتي اقول لكم باي باي واستنيني في فيديو جديد.